ديما كتلقى الفرق ما بين مسوق ناجح ومسوق مبتدئ ماشي في شحال من فيديو تفرج ولا شحال من كورس قاري. الفرق الوحيد هو في طريقه التفكير. المحترف ديما كتلقاه كيجرب، ما كيبقاش يتسنى الفكره المثاليه، ما كيتعطلش في التخطيط بزاف، كيبني نموذج، كيطلق، كيجرب ومن بعد كيشوف نتائج وعاد كيدير لوبتيميزاسيون. عكس المبتدئ اللي ديما كيبقى يقلب على الفكره المثاليه وكيبغي الخطه تكون مضمونه، وهادشي كيخليه يضيع بزاف ديال الوقت والسوق كيكون تبدل وفي الاخر ما كيدير حتى شي حاجه. والا خدينا كمثال في اطلاق الحملات الاعلانيه، راه احسن طريقه باش تعلم توصل لنتائج مرضيه هي انك تجرب بزاف ديال الحملات الاعلانيه، تحاول دير تغييرات في الكرياتيف، تبدل الرساله التسويقيه، الطريقه ديال العرض، وتبقى تجرب حتى تلقى الطريقه اللي خدامه. واي واحد يلا بادي هادشي غادي ياخذ ليه شويه ديال الوقت، ضروري من شويه الفلوس، ولكن من بعد بكثره التجربه كتولي تلقى التركيبه اللي خدامه بسرعه. فالخلاصه، التسويق ماشي هو انك تكون عبقري فقط، السر هو انك تجرب، تفشل وتسرع التعلم ديالك. النتائج ما كتجيش للاشخاص اللي كيبقاو يتسناو، بل للاشخاص اللي كيجربوا، كيعدلوا وكيحاولوا يحسنوا الطريقه اللي كيعرضوا بها المنتجات ديالهم بسرعه.